وصدر قرار من الدكتور مرسي الذي أعلن أنا الآن على الهواء مباشرة وعلى الملأ أنني منذ قراره بالأمس وأنا لا أعترف به رئيسا لمصر، لأنه تعدى على الدستور وتعدى على القانون ولم يلتزم بالقسم الذي أداه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عندما قال: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على على أمن الوطن وسلامة أراضيه. 15,000 اللي موجودين عند القصر الجمهوري دول 15,000 راجل، الراجل فيهم ب1000 راجل، سواء كانوا شباب أو رجال أو سيدات. 15,000 راجل، الراجل فيهم ب15,000 راجل، لأنهم رجالة مصريين، بينما الباقي خاف يروح. اللي خاف يروح، واللي يقول لك لا أنا راح أعمل إيه، واللي يقول لك مش عارف إيه. أخوانا، لا تلومن إلا أنفسكم فقط. كل مصري حر أصيل بيعود تاريخه إلى أنه ابن لأقدم شعب في الأرض، ما راحش يبقى بيدمر نفسه وتاريخه وبلده. انتهت ولن تعود إلا بإرادة الشعب. واللي أنا شايفه أن الشعب ليس له إرادة لعودة الوطن والحفاظ على الوطن. ده اللي أنا شايفه. نرجع لعهد حسني مبارك، نلاقي حاجة هايفة كده. هنقول حاجة هايفة بقى. نلاقي حسني مبارك اتأخر في تغيير وزاري مثلا، أو غير وزارة وحافظ على مجموعة وزراء. كانوا هم بيعملوا ايه ايامها؟ يا خراب، يقعدوا يطلعوا بقى يقولوا كلام مش عارف ايه، والتربيطات، وان الرئيس ما بيحترمش إرادة الشعب وبيعاند الشعب وبيجيب ناس مكروهة. خلي بالك، هو ما تعداش على قانون ولا على حاجة خالص. ده هو بيحب واحد زي مثلا حاتم الجبلي اللي كان وزير الصحة، فقام قعده وهم مش عايزينه، فكانوا بيقولوا كلام للصبح. دلوقتي في عهد المرشد يصدر قرار لم يصدره الملك فاروق ولا الملك فؤاد ولا الخديوي اسماعيل ولا جمال عبد الناصر ولا انور السادات ولا حسني مبارك. عمرهم ما عملوا كده رغم كل اخطائهم. تفاجأ برجال مسيلمة الكذاب طالعين يدافعوا. انتوا لكم عين يا اخوانا.
ده الواحد لو مكانكم كان حط طرحه من بتاعه الحريم السودا اللي بيلبسوها في الفلاحين على وشه وما خلاش الناس تشوف، مش يطلع يتكلم كمان.